السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا اخواتنا؟ كل سنة وانتم طيبين. انا عايزة افرجكم على الحاجات دي ان شاء الله وتقولوا لنا ايه رأيكم. الطقم ده مش عارفة بقى، ده حلل بغطيانها، ده كسرونات بغطيانها، دي صواني بغطيانها. احنا هنفتحه مع بعض. الحاجات دي طبعا احنا جايبينها ولازقينها بالبلاستر ده، ومعانا الخلاط ده برضو. بس احنا هنشوف حاجة كده. انا عايزة رأيكم بصراحة، يعني الحاجات دي بتيجي للعرايس ولا الحاجات دي بتيجي للكبار؟ يعني عادي احنا نجيبها في البيوت؟ انت هتقولي لي طبعا ما جبتيش ليه تيفال وسيراميك وحاجات من دي. انا جايبه ان شاء الله، بس احنا ايه، هنتفرج كده حاجه مع بعض وتقولوا لنا رايكم. بسم الله. انتوا شفتوا غطيان الحلل الالومنيا التقيله بتاعت زمان؟ هي الغطيان دي ودي اليد بتاعتها اللي بتتربط كلهم مع بعض. هنا دول غطيان مع بعض، دول اتنين مع بعض، وده غطا لوحده. هما دول 3. بصوا شكلها جميل. شفتوا الحلل دي جميله لذيذه كده، يعني ما تعرفيش هي حله واسعه وبسيطه من هنا، ولا هي كسرونه. مش عارفه بقى، كسرونه كسرولة. هما دول 3، دول 3 بغطيانهم. بكام؟ انا بصراحه مش عارفه، مش معايا يعني الفاتوره دلوقتي. دول احنا جايبين دول 3. ممكن بقى بعدين نحطهم نعينهم في الايه، في الاكياس بتاعتهم. اللي ما بيجيش، اللي هو مثلا يعني ايه، انتوا قولوا لي في التعليقات، قولوا لي لا ده مش بيجي للعروسه، ده الحاجات دي قديمه مثلا، او افصلي بس الفيديو على ما افتح الكرتونه دي عشان ما نطولش عليهم الفيديو. احنا فتحنا الكرتونه علشان ما ناخدش ما نعطلكوش يعني. دي برضو كسرولات، بس ديت اللي هي ام ايد. دول برضو 3. دي المتوسطه، دي واحده متوسطه. عارفين الالومنيا اللي هي من بره شكل الاستانلس دي؟ ودي واحده. هما دول 3، والكبيره اهي. انا عايزه بصراحه رايكم، هي العرايس بيجيلها من دي ولا الومنيات؟ لا برضو. والغطيان بتاعتهم دي، ده الغطا بتاعها. واحنا اتضحك علينا هنا ما جاش الغطيان ولا ايه؟ مفيش هنا غطيان. يا نهار ابيض، هنا مفيش غطيان للطقم ده. طيب ما علينا بعدين نشوف الغطيان. دي تقريبا دي لبانه، صح؟ دي لبانه. الحاجه ديت مكتوب عليها الشيف التركي. حتى كمان لو حد يعرف الماركه دي حلوه ولا لا. دي لبانه ألمونيا. دي اهي مكتوب عليها الشيف التركي. يا رب تكون حلوه، ولو مش حلوه برضو عرفوني، قولوا لي. هي انا اسفه، دي فواله، بس انا مش عارفه اللبانه من الفواله، مع ان عندي دي ودي. دي الفواله اللي بيتعمل فيها الفول، صح؟ البنات شطار هيعملوا فول. يا رب تكون الحاجات دي كويسه وما اكونش انا ايه اتخميت يعني فيها. هوريكم حاجه تانية، خليكم معانا في نفس. ده براد، ده براد. انا جايبه من ده 3، بس اللي في الكرتونه اللي موجوده معانا دلوقتي هو واحد بس. ده براد، هو استانلس ستيل اصلي. الغطا الحمد لله الغطا بتاعه موجود، ما فيهوش حاجه ناقصه. انا جايبه من دول 3.
ومعانا بقى الخلاط اللي بيقولوا عليه بيكسر التلج، هو فعلا بيكسر التلج، بيكسر الازاز، الكاكولا الازاز اللي فيها كلها بيكسر. هناك يعني في المكان اللي انا جايباه، انا كنت عامله فيديو هناك في المكان اللي انا جايباه منه. الخلاط ده بصراحه هو الوحيد اللي انا عارفه سعره. انا كنت جايباه ب 900 جنيه، ب 900 جنيه، ده جاي ب 900 جنيه. يا رب يكون حلو. اللي عنده الخلاط ده او جابه او استعمله يعرفنا عليه ويقول لي هو كويس ولا لا. مش هيبقى يعني هو ده بس ان شاء الله، لا في خلاط تاني اصلا لسه ان شاء الله بقى ايه. انا هوريكم الحاجات اللي احنا جايبينها ان شاء الله. انتظرونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، في الفيديوهات القادمه. انا عايزه بقى اللي جاب الحاجه ديت، هي تنفع العروسه ولا لا؟ ألمونيا لا ولا هي تنفع؟ هتقولي ما جبتيش حاجات. ان شاء الله خليكم معانا بس في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، واستنوا مننا كل جديد. وكل الحاجه اللي احنا جايبينها ان شاء الله انا هعرفكم عليها. ولو الفاتوره قدامي هطلع برضو الفاتوره واقول لكم على الاسعار. ويا رب كده نقدر ونكمل لاولادنا، واللي ما جابش اي حاجه لاولاده يجيب ان شاء الله. وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. كل سنه وانتم طيبين، متشكره جدا. اي حد بيتابعنا يا ريت اللي يعجبه الفيديو بتاعنا يعمل لنا لايك وسبسكرايب ويشير لنا الفيديو. متشكره لكم جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.